نعود بكم من الخبر الوطني. في الشأن الحزبي دشن حزب جبهة القوى الديمقراطية الدخول السياسي بتنظيم الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب بمدينة السعيدية. وفتحت هذه الجامعة التي امتدت على مدى 4 أيام باب النقاش حول القضايا التي تهم الشباب المغربي ودوره في العمل السياسي. زكية بالقاس ورشيد العتابي في المتابعة. جامعة صيفية من وإلى الشباب، جامعة نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية لطرح التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه الشباب المغربي، والذي يعتبر دعامة للعمل الحزبي حاضرا ومستقبلا. الشبيبة فيهم المركز الأول والاهتمام الأول والمركزي، لأن الشباب هو عماد الحاضر وهو كل المستقبل. لذلك كنراهنوا على الشباب كما أن البلاد كتراهن على الشباب باش يرفع التحديات، والحمد لله في كل مرحلة كيبين الشباب على أنه قادر يرفع التحديات. ورشات وندوات أقيمت خلال فعاليات هذه الجامعة التي شارك فيها ما يزيد عن 300 شاب وشابة. مجموعة من الورشات والندوات اللي حاولنا من خلالها نعطيو إشارة ونساهموا كذلك في التأطير ديال الشباب المغربي، التأطير السياسي والتكوين السياسي. شهادات هذه المحطة يعني حضور ومشاركة شباب من مختلف جهات وأقاليم المملكة، وكذلك عرفات تنظيم ورشات وندوات ثقافية وفنية. الجامعة الصيفية لشبيبة حزب جبهة القوى الديمقراطية والتي اختتمت أشغالها مكنت من تقييم مبادرات الشباب والتداول أيضا في برامج العمل التي تهم الشباب. حزب يندى